السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديو تاع اليوم راح يكون عبارة عن وصفة كنت حضرت معاكم رز يجيكم على حبة بلا صوص خاضرة باللحم والزيتون، صوص حمراء حاجة بنينة وخفيفة وفي وقفة وجدها. راح نحتاج كمية من اللحم غنمي ولا بقري كيما درت أنا، ولا تقدروا تكتفيوا بالدجاج. راح نحتاج معاها حبة بصل، حبة طماطم، 3 سنيات تاع ثوم ومغرف ونص الزبدة، واكيد الملح باش نعدلوا الذوق. راح نحطهم في طنجيه ولا في كوكوط ولا كيما والفين نتوما طيبوا، لكم الاختيار. راح نخليو على نار تكون ناقصه، ومن بعد نجيبوا التوابل تاعنا. راح نكتفيو غير بالفلفل الكحل، شويه كزبر وشويه فلفل احمر. هذا ما حنحتاج في المرقه الزيتون تاعي باش تجيكم الزيتون تاعكم مليح. ما تكثرولوش توابل بزاف، على خاطرش الماكله كي تكثري لها توابل بزاف صاي سي بون تروح لها هذيك الطعمه تاعها. هذا ما حنحتاج. راح نخلي اللحم تاعي هذاك يتقلى مليح يا البنات على نار تكون ناقصه، وبعدها راح نضيف لهم زوز مغارف تاع الزيت. مادام اللحم تاعي ماهوش مشحم راح نزيد له الزيت، اذا كان مشحم اكتفي غير بالزبده ونبقى نقلب فيه. من جهه حطيت الزيتون تاعي يغلي باش نحيلو هذيك الملوحيه، وبقيت نقلب في اللحم تاعي هذاك باش يتقلى مليح. زدت نقيت 3 ريسان تاع زروديه، زدت قطعتهم دوائر، وضفت مغرف ونص طماطم كونسونطري، ونبقى نخلط في هذوك كامل مع هذاك اللحم باش يشرب لنا هذوك لي زيبيس ويشرب لنا هذيك الطماطم وكل شيء. دوكا نجيو للتتبيله. مادام درتها في طنجيه اكيد اللحم تاعي طول شويه في الطياب، درت له هذوما المغارف. لاستيس هذيا راح تخلي اللحم تاعك يطيب الزبده يا البنات. جربوا لاستيس هذيا وردوا لي بالخبر. من جهه ثانيه كنت حطيت الماء تاعي يغلي، وبقيت نقلب في هذاك اللحم نتاعي باش يشرب مليح لاصوص. شوفوا قد ما تقليوا اللحم تاعكم قد ما راح يجيكم بنين، قد ما تخليوه يشرب هذيك لاصوص هذيك قد ما راح يجيكم بنه عظيم. هذا هو السر الماكله تاعكم باه تجيكم بنينه. ومن بعد مرقتها كما قلت لكم مسخون وخليتها على جهه باش تطيب. دركا نجيو نحضروا الروز تاعنا اللي قلت لكم يجي على حبه. الروز هذا راح نحتاجو فيه مغرف تكون معمره تاع زبده، وراح نحتاجو كميه تاع الزيت اللي هي زوز مغارف هكاكا تاع الزيت، ونخليهم شغل الذوب هذيك الزبده مع هذاك الزيت. ومن بعدها راح نضيف نص حبه بصل تكون مليحه، نقطعها مصوات هكا صغار، شغل كاريات صغار، ونخليو هذيك الزبده وهذاك البصل يتقلاو مليح على نار تكون ناقصه يا البنات. ما تخليوش هذيك البصل تاعكم تتحرق لكم باش من بعد ما تفزلكمش الطعمه نتاع الروز. بعد حبيباتي راح نجيبوا الروز اللي كنا شليناه مليح من الماء ونحينا له هذاك النشا. كما تعرفوا الروز فيه نشا بزاف، تسمى قعدوا غير صفيو فيه حتى يصفى لكم الماء، ومن بعد نضيفوه على هذاك البصله وهذاك الزبده ونخليوه يتقلى مليح يا البنات. ونقصوا برك النار المره الثانيه، نزيد نعاود لكم باش يتقلى لكم مليح يشرب لكم هذيك الزبده وكي شغل ما نزربوهش. هذه هي اللي قصت بها البوله دي. يعني درت ارز بسمتي، هذا بزاف مليح يا البنات، براتيك تقفلوه يبقى لكم مده طويله ويجيكم على حبه وما فيش ما يتعجن لكم ما والو. بعدها راح نضيف مرسو تاع جامبو تاع الدجاج كما تقدروا تعوضوه بالملح، ونبقاو نقلبوا في الروز تاعنا ذاك ونقليو فيه. وبعدها راح نضيف له زعفران تاع الشعيرات، ولا تقدروا ديروا زعفران هذاك نورمال، يعني الشيء اللي متوفر عندكم هكا باش يبدل لنا شويه اللون نتاعو. ونجيب درك التوابل، راح نستعملوا غير الفلفل الكحل يا البنات باش ما نبدلوش الجو بزاف وما نغيرولوش النكهه تاعو. الروز هذا يا البنات راح يجيكم بنين فوق ما تصوروا. نجيو درك للكيل تاع الروز مع الماء. شوفوا خليو الماء تاعكم يغلي على جهه. راح نديروا كيلة روز بثلاث كيلات تاع الماء. مادامني انا درت كيلة ونص روز راح ندير 4 كيلات ونص ماء، ونخليهم كيما هكا نقفلوهم ونخليهم على نار تكون متوسطه عفوا حتى يطيب لنا الروز تاعنا، يعني ما نخلطوه ما والو. شوفوا كيف طاب بعد ربع ساعه، طاب على حبه يا البنات. يدير لكم هذوك العينين هذوك سيبون نطفيو عليه. شوفوا كيفاه جا. تقدروا تقدموه هكا مع صوص بلونش، تقدروا تقدموه مع الكبده، تقدموا كيما حنقدموا انايا باللحم والزيتون، يعني لكم الاختيار. نجيب لاستيس هذه ثانيه البنات بزاف مليحه، كي تكوني ما كيش حتحطيه تغطيه بهذيك السربيات باه ما يندالكش هذاك الماء يرجع عليه ويعجن لك. وشوفوا النتيجه بعد نص ساعه، يعني باش جيت كملت التصوير وحطيت لكم بقى على حبه يا البنات. اذا كنتوا راح تخليوه مده وباه تحطوه ديروا الاستيس هذه ثاني وردوا لي بالخبر. يعني جبت لكم اليوم
زوز تدابير هكا باش ديروهم بعين الاعتبار ونحطوهم في صحن التقديم. على بالي كامل حبيباتي شاطرات، يعني الطريقة اللي تحبوا تحطوا بها نتوما هذيك هي. درتو انايا كيما هكا بالطريقه دي، وحطيت هذاك الزيتون تاعي، شوفوا كيفاه جا خاطر ومنبل وبنين مع داك اللحم طابلي الزبده يا البنات بلاصتيس اللي عطيتها لكم. وشهيه طيبه، وشوفوا كيفاه راهو ثاني جا ما شاء الله. ان شاء الله ديروا الوصفه دي بعين الاعتبار وتجربوها. شوفوا يا البنات على بالي كون حتجربوها راح تعجبكم بزاف بزاف. شهيتكم في الجنه حبيباتي. اذا وصلتوا للمقطع هذا ما تنسونيش باش تعملوا كومنتير وبارطاج، ولي اول مره تدخل قناه احلام قال مواز هكا بتنضمي لمتي وتكبر عائلتنا باذن الله تعالى، ونشارك مع حبيباتي كل ما نقدر عليه. تهلاو لي في رواحكم، في امان الله وحفظه. سلام.